اهلا وسهلا بكم في عالم ايمان. انا ايمان وكيشرفني نرحب بكم في القناه ديالي اللي غادي تكتشفوا فيها عالم الطبخ المميز. هنا غادي تلقاو وصفات رائعه وافكار جديده غادي تعجبكم بزاف. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا طريقه تحضير سينابون، وصفه غادي تكون لذيذه وبسيطه. غادي نكون معكم خطوه بخطوه باش تضمنوا نجاح الوصفه ديالكم. الا كنتم مهتمين بتجربه وصفات جديده واستكشاف طرق الطهي مختلفه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. استعدوا لبدايه مغامره طبخ جديده معنا، وخلينا نخلقوا لحظات لذيذه وذكريات زوينه. وعلى بركه الله يلا نبداو. ناخذ اناء نوضعوا فيه 2 بيضات، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره من خميره الخبز، ساشي الفاني، كاس من الماء، كاس من الحليب، نصف كاس من الزيت. نخلطوا المكونات مع بعضها مزيان، نضيفوا الدقيق على حسب الخليط وكيس من خميره الحلويات. نجمعوا العجينه حتى نحصلوا العجينه وما تكونش قاصحه، نغطيوها ونخليوها ترتاح مده 4 ساعات، وندوزو نحضروا الكريمه اللي غنسقيو بها السينابون. في اناء غادي نوضعوا كاس من الحليب، ربع كاس من الزبده مذوبه، كيس من الفانيليا، السكر حسب الذوق، علبه ياغورت طبيعي، وربع كاس من الحليب المجفف. وغادي نخلطوا جميع العناصر حتى تجانس مع بعضياتها، وبهكا غادي نحصلوا على كريمه اللي غنسقيو بها السينابون. بعد ما كتخمر العجينه كنرشوا سطح العمل بالدقيق ونبسطوا العجينه بسمك متوسط. من بعد ما بسطت العجينه مزيان كنرشوها بالزبده مذوبه. عندي هنايا الكاكاو والسكر والقرفه مخلطين، غنرشوهم فوق العجينه ونلفوها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الفيديو. نقطعوا العجينه بالخيط على هذا الشكل، كنقطعوها بالخيط باش نحافظوا على الشكل الحلزوني ديالها. غنوضعوا السينابون في الصينيه اللي غتدخل الفرن ونخليوه يختمر مده 15 دقيقه. من بعد ما دازت 15 دقيقه غنسقيو وجه السينابون بالحليب وندخلوه للفرن على حراره متوسطه. ملي نحسو به طايب نهبطوه يتحمر حتى يعطينا لون ذهبي، وبهكا غيكون السينابون ديالنا وجد. ودابا وصلنا للنهايه والسينابون ديالنا جاهز للاكل. شوفوا كيفاش خرج لذيذ وطري، وشوفوا معايا الطبقات ديال الكاكاو والقرفه والسكر كتعطي منظر جميل للسينابون. بعد ما خرجنا السينابون من الفرن نخليوه يبرد شويه ونضيفوا عليه الكريمه كتعطيه نكهه رائعه. نوزعوها فوق السينابون ونزينو بخطوط من الشوكولا واللوز او اي نوع من المكسرات عندكم. جربوا السينابون مع كأس ديال القهوه ولا اتاي، غادي تكون تجربه لذيذه وممتعه لكم. واللي بغيت نقول لكم حاولوا ما تتجاوزوش مده الطهي باش يبقى السينابون ديالكم طري. الى عجبتكم وصفه اليوم شاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهده وشهيه طيبه. بسلام عليكم.